بيبدأ فيلم النهاردة مع عربية مصفحة تبع شركة لنقل الأموال اللي بتقف قدام مطعم، وبينزل منها 2 من الحراس علشان يجيبوا حاجة ياكلوها. بس بتوصل عصابة مسلحة وبيهددوا الحارس اللي سايق العربية إنه ينزل منها، بس بيرفض الحارس إنه ينزل منها وبيبلغ إن في عملية سطو بتحصل عليهم، وده اللي بيخلي العصابة يكسروا الإزاز بتاع العربية. ولما بيطلع الحارس من المطعم العصابة بتثبته بالسلاح، بس لما بيجي يطلع المسدس بتاعه بيضرب عليه المجرم بالبندقية وبيخلص عليه، وبيخلصوا على الحارس اللي سايق العربية هو كمان، وبيربطوا باقي الحراس اللي موجودة. وبيبقى في واحد هاكر شغال تبع العصابة اسمه جون، وده المسؤول عن مراقبة الشوارع علشان يعرفهم لو في عربية شرطة قربت منهم أو حاجة، وبيعرفهم إن في عربية شرطة هتوصل للمكان بتاعهم خلال 30 ثانية. فبتقرر العصابة إنها تمشي بسرعة من المكان، بس بيفجروا العربية اللي كانوا فيها الأول علشان البصمات بتاعتهم، وبيخرجوا السواق من العربية المصفحة علشان هياخدوها ويمشوا. بس الشرطة بتكون وصلت للمكان، وعلى طول بتبدأ العصابة تهجم عليها، وبدأوا يضربوا نار على بعض لحد ما بتقدر الشرطة إنها تقتل واحد منهم. بس هم فضلوا يضربوا عليهم نار هم كمان لحد ما خلصوا على كل رجال الشرطة، وعلى طول بياخدوا العربية المصفحة وعربية كمان كانت تبعهم وبيمشوا من المكان بسرعة. وفي نفس الوقت كان جون مراقب لهم الطريق وبيحاول يبعدهم عن أي شارع الشرطة موجودة فيه علشان ما يتقبضش عليهم، وفعلا بيقدر يوجههم لحد ما بيوصلوا للمخزن بتاعهم بأمان. وهناك بيبقى راي متضايق جدا من اللي حصل، وبيلوم بوسكو علشان ضرب نار على الحراس، بس بيقوله ان الحارس كان هيطلع سلاحه وكان هيقتلني يعني، علشان كده انا قتلته. وبيسألوا راي عن ماركوس اللي كان معاهم اللي اتضرب بالنار، مات ولا لسه عايش؟ بس بوسكو بيعرفه ان الرصاصة جت في مكان خطر وقتلته على طول. فري بيطلب منه انه يروح يراقب المكان اللي حصلت فيه العملية ويشوف التحقيقات هتوصل لفين، وكمان يعرف مين الضابط اللي هيمسك القضية. وبيروح ري يفتح العربية اللي سرقوها اللي هي أساسا فاضية. تاني يوم بنشوف الضابط نيك، وبيكون هو اللي هيمسك القضية، وبيوصل لمكان الجريمة وبيقابل صحابه الضباط، وبيعرف منهم ان في عصابة هجمت على العربية وموتوا الحراس، وكمان قتلوا كل الضباط اللي وصلوا امبارح واخدوا العربية ومشيوا. وبيبقى نيك مستغرب ان العربية اللي اتسرقت فاضية، وبيبقى اخد باله ان الطريقة بتاعت العصابة بتدل انهم ناس محترفة وعارفين هم بيعملوا ايه بالظبط. وبيعرف زمايله ان العصابة دي اكيد ناوية على حاجة اكبر من كده، لانهم كانوا عارفين كويس ان العربية المصفحة فاضية. وبيقول الفريق بالكامل انه يحقق في الموضوع ويجمع معلومات على قد ما يقدر، ويتقابلوا بعد كده في المكتب. في الوقت ده كان بوسكو قاعد يراقب اللي بيحصل، وبيصور كمان نيك واللي واقفين من غير ما حد ياخد باله. وبعد شوية بتوصل الشرطة الفيدرالية لمكان الجريمة، وبيكون الضابط ده اسمه بوب، بس كان واضح ان بوب ونيك مش بيطيقوا بعض، علشان كده نيك بيقول له انهم مش محتاجين حد من الشرطة الفيدرالية علشان هم اللي ماسكين القضية دي خلاص. وبعد كده بنرجع للعصابة اللي بيشوفوا صورة نيك وبيجمعوا عنه معلومات علشان يعرفوا هم هيتعاملوا مع مين. في الوقت ده كان نيك في الاجتماع مع زمايله، وقدروا يوصلوا من خلال التحقيقات ان المشتبه فيه الاول في القضية شخص اسمه راي، لانه خرج من السجن من مدة قريبة وكان معروف بالسرقة، وانه كان محترف وبيحب يعمل المهمات المستحيلة. وكمان قدروا يوصلوا من خلال الكاميرات لواحد اسمه فراولين، وبيعرفوا انه شغال في حانة، وبيقرروا انهم يبدأوا بيه في التحقيق. وبيروح له نيك وبيستناه لما بيخرج، وبيكهربوا بالصاعق وبيضربوا لحد ما بيفقد الوعي، اللي لما بيفوق بيلاقي نفسه في شقة موجود فيها نيك هو والضباط زمايله. فبيقول لنيك ان انا ما عملتش حاجة يعني تخلي الشرطة تقبض عليا، واكيد في حاجة غلط في الموضوع. بس بيوري له نيك صورة ليه هو وري، وبيسأله عن علاقته بيه، فبيقول له انه بيجي الحانة كتير بس انا ما اعرفش عنه حاجة تاني الصراحة. وساعتها نيك بيعرف ان فراولين كان مسجون قبل كده في سرقة عربية، ولما بيلاقيه مش راضي يتكلم بيقوم يخنقه من رقبته وكان هيموته في ايده. على طول بيقول له ان هو بس بيسلوهم العربية في العمليات اللي بيعملوها. فبيسأله نيك عن السبب اللي يخلي العصابة تسرق عربية البنك فاضية، فبيقول له فراولين ان العصابة مش بتخليهم يعرفوا اي حاجة عن العمليات اللي بيعملوها،
وان هو اشتغل معاهم من فترة علشان كان محتاج فلوس، وده لما واحد من العصابة عرض عليه انه يشتغل معاهم، وده طبعا بعد ما ري شافه محترف في السواقة وقرر ساعتها انه يشغله معاه سواق وبيديله مبلغ بسيط من كل عملية وبيعرفه عن كل اسماء افراد العصابة، وساعتها بيسيبه يمشي وبيقول له لو احتاجتك تاني هبعتلك. تاني يوم بيكون ري مجتمع مع العصابة بتاعته وبيعرفهم ان العملية الجاية اللي هيعملوها هتكون من اهم العمليات واكبر من اي عملية هم عملوها قبل كده، وهتكون العملية انهم يسرقوا البنك الاحتياطي الفيدرالي اللي مفيش اي حد قبل كده قدر انه يسرقه، وده بسبب التأمين الشديد اللي على البنك. وبيعرفهم ان كل الشوارع اللي حوالين البنك متراقبة ومليانة كاميرات، ولو وقفت دقيقتين بس قدام البنك هتيجي الحراسة اللي على البنك وتطلب منك انك تمشي، ولو الكاميرات شافتك مرتين هيقبضوا عليك وهتبقى شخص مشتبه فيه من غير حتى ما تسرق البنك. وبيعرفهم ان الدور الاول فيه نظام مراقبة قوي جدا، واي حد يدخل البنك بيصوروه وبيبحثوا عنه على طول. وقال لهم ان العربيات المدرعه اللي بتنقل الفلوس للبنك بتدخل من الباب الخلفي، والفلوس عليها رقم تسلسلي اللي لو اتسرقت هيقدروا يوصلوا للي سرق الفلوس دي. وقال لهم ان البنك بياخد الفلوس الجديده والفلوس القديمه، فبياخد القديمه وبيمسح من عليها الرقم التسلسلي وبيقطعها في مكان تقطيع الفلوس، والبنك متعاقد مع شركه بتيجي تاخد الفلوس اللي متقطعه وبيودوها مقلب النفايات. وعرفهم ان البنك ده كل يوم بيقطع 30 مليون دولار، وبيعرفهم ان المهمة بتاعتهم انهم يوصلوا للفلوس اللي متشال من عليها الرقم التسلسلي قبل ما تطلع ويخرجوا من هناك بامان، وبكده يبقى سرقوا فلوس الشرطة مش هتقدر توصل لهم عن طريقها. والمكان الوحيد اللي هيقدروا يدخلوا منه هو الباب الخلفي اللي بيدخل منه العربيات المصفحة اللي بتدخل الفلوس للبنك. وهنا بقى بنعرف ان هم سرقوا العربية المصفحة فاضية علشان يستخدموها في العملية دي. في نفس الوقت نيك كان عامل اجتماع مع زمايله وقدروا يجمعوا معلومات عن كل افراد العصابه، وكمان عرفوا ان ري والمساعد بتاعه اللي اسمه ليفو كانوا مع بعض في العمليات الخاصه في البحريه الامريكيه. وليفو كان متخصص في المتفجرات وري كان متخصص في القتال بالاسلحه، وكمان كل واحد من افراد العصابه متخصص في مجال معين. وبيقول لهم ان المهمه اللي هم فيها دي مش سهله علشان بيتعاملوا مع مجرمين على اعلى مستوى. بنروح لري بعد كده اللي بدأ يجهز الخطه اللي هيدخلوا بيها البنك، وبيقول لهم ان المنطقه اللي فيها البنك الكهرباء بتقطع فيها، وساعتها هيخرجوا الموظفين من غرفة عد الفلوس لحد ما الكهرباء ترجع، بس الكاميرات اللي في غرفة عد الفلوس هتفضل شغالة ملهاش علاقة بالكهرباء بتاعة البنك. علشان كده هيستخدموا الطاقة الكهرومغناطيسية علشان يشوشوا على كاميرات غرفة عد الفلوس، وده الوقت اللي هيسرقوا فيه الفلوس من جوه. بعد كده فراولين بيروح البنك على اساس انه عامل ديليفري ورايح يوصل الاكل للموظفين، وده بعد ما هكروا تليفون موظفة في البنك علشان هم اللي يستلموا الاوردر. في نفس الوقت كان نيك والظباط مراقبين فراولين وبيعرفوا ساعتها ان ده البنك اللي ناويين ينفذوا فيه العمليه. وبيدخل البنك والحراس بتفتشه وبيمضي في دفتر الدخول، وبيروح بعد كده يوصل الاوردر للموظفه. بعدها بيروح الحمام وبيخبي شنطه اكل كانت معاه زيادة فوق سقف الحمام، وبيخرج من البنك ومش بيكون حد من الحراس لاحظ أي حاجة. بنرجع لنيك اللي كان مستغرب إن إزاي العصابة هتسرق البنك الفيدرالي اللي مستحيل أي حد يسرقه ولا يعدي حتى من البوابة بتاعته أصلا من غير ما يتقبض عليه. وكمان بيعرفوا إن فراولين مش هيساعدهم لأنه ما جاش حكالهم على حاجة، وبيقرروا إنهم يستنوا لما يجي ميعاد العملية ويقبضوا عليهم متلبسين. بعدها بنروح لري والعصابة اللي كانوا قاعدين يتعشوا في مطعم، ونيك والظباط دخلوا هما كمان نفس المطعم وفضلوا قاعدين بعيد. بس ساعتها نيك قرر انه يستفزهم ويوقعهم في بعض، وقام يسلم على فراولين قدام العصابه وعمل قدامهم انه يعرفهم من الجيم يعني، وبيقول له انه بقاله كتير ما شافهوش وكده. انت فين يا راجل؟ بس فراولين بيحس ان كده هيقع في مشكله مع ري، بس بيرد عليه وبيقول له والله انا بقالي فتره مشغول يعني الصراحه، علشان كده مش بروح الجيم. ساعتها حس ري ان فراولين قرر يبيعهم واشتغل مع الشرطه علشان ينقل لهم كل اخبارهم. فبياخد فراولين وبيروحوا الجراج بتاعهم، وليفي اداله يد محترمه، وري بيطلع المسدس بتاعه وبيحطه على دماغ فراولين وسأله ايه اللي بينك وبين الشرطه، وبيهدده ان لو متكلمش هيقتله. بس فراولين بيعرفه ان الضابط ده حقق معاه، وبيعرفه كمان انه عنده معلومات عن كل افراد العصابه وعارف كل حاجه عنهم. بس لما سالني عنكم قلت له ان انا ما اعرفش حاجه، وانا فعلا ما اعرفش حاجه لان ما حدش منكم بيعرفني اي حاجه. ساعتها ري بيصدقه ومش بيرضى يقتله، وبيطلب منه انه يعرف نيك ان في عمليه سطو هتحصل يوم الجمعه، وعرفه انك ما تعرفش حاجه اكتر من كده. وفعلا بيروح فراولين يقابل نيك
وبيقول له ان في عمليه سطو هتحصل يوم الجمعه، بس انا معرفش حاجه اكتر من كده، وبيسيبه وبيمشي. بعديها نيك بيروح يقابل راي وهو بيتدرب على ضرب النار، وساعتها راي بيشوفه فحب يوريه انه بيعرف يستخدم السلاح كويس جدا، وانه بالطريقه دي كده اكنه بيهدده، وبيضرب له كام طلقه كده وبيسيبه وبيمشي. بس لما نيك بيروح يشوف في التصويبات بتاعته بيلاقيها كلها صح. بعديها بيروح يسهر في حانه، وراي بيكون عرف ان نيك نقطه ضعفه البنات، فبيبعت له بنت كده تسهر معاه، وبيتفاجئ نيك ان راي موجود معاه في نفس البيت، وبيعرف ان البنت اللي معاه تبع راي، وبتكون البنت قالت له ان راي هيسرق بنك يوم الجمعه برضه، وبيكون راي هو اللي قايل لها تقول كده علشان اكيد عامل فخ لنيك. بعد كده راي والعصابه بيجهزوا الاسلحه بتاعتهم علشان ينفذوا العمليه، وبيدي فراولين سلاح وبيعرفوا انه هيهجم معاهم في العمليه الجايه. بس في نفس الوقت نيك والظباط اللي معاه كانوا برضه بيجهزوا نفسهم علشان يقبضوا على راي وعصابته، وبيجي ميعاد العمليه وبيكون نيك وفريقه مستنيين راي والعصابه علشان يقبضوا عليهم. استنى، انت ما عملتش لايك على فكره، انزل اعمل لايك بقى كده وكومنت جميل كده وروق عليا زي ما انا بروق عليكم على طول يا جماعه ده. المهم بيوصل راي وعصابته للبنك، وبينزلوا هم مغطين وشهم وبيشوفهم نيك، بس بيستنى الوقت المناسب علشان يهجم عليهم. وبتدخل العصابة البنك وبيضربوا نار على كل الكاميرات اللي موجودة، وبيربطوا الحارس بتاع البنك وبيجمعوا الرهاين وبياخدوا منهم تليفوناتهم وبيربطوهم كلهم. وبياخد راي مدير البنك وبيخليه يبلغ الشرطة، وبيطلب منه يعرفهم ان العصابة معاها رهاين، وقدامهم ساعة واحدة بس يبعتوا فيها 10 مليون دولار في طيارة من غير ارقام تسلسلية، وعرفهم ان كل ساعة هيتأخروا فيها هيقتلوا رهينة من اللي معاهم، ولو حد من الشرطة حاول يدخل البنك هيقتلوا رهينة، ولو حد كلمه يتفاوض معاه هيقتلوا رهينة. وبيتعصب نيك لما عرف ان راي عمل كده، وبيبقى مستغرب انه بلغ الشرطة، بس بتوصل بعدها الشرطة الفيدرالية وبيبقى معاهم الضابط بوب اللي بيزعق لنيك علشان سمح للعصابة تدخل البنك من الاول وهو واقف، بس بيعرفهم نيك انه مسيطر على الموقف وبيأمرهم يرجعوا علشان اللي بيعملوه ده مش في صالح الرهاين اللي محتجزينهم معاهم جوه. بس بيرفض بوب انه يسمع كلام نيك، وبيخلي واحد يتصل عليه يتفاوض معاه، اللي بيعرفه انه كل طلباته هتتنفذ، بس لسه جاي يتفاوض معاه بيقطعه راي وبيقول له انت دلوقتي السبب ان في رهينة هتموت، وقفل في وشه السكه، وامر بوسكو انه ياخد رهينه ويقتلها. على طول بياخد رهينه وبيدخلها الاوضه، وبيسمعوا كلهم صوت ضرب نار، وساعتها اترعب مدير البنك وكل الرهاين اللي موجوده، واتضايق نيك جدا ان في رهينه ماتت، واتعصب على بوب علشان هو قال له ما يعملش كده. في نفس الوقت كان راي خلى المدير بتاع البنك يفتح لهم الخزنة اللي أول ما فتحها بدأوا يحطوا فيها قنابل، وبيتصل المفاوض تاني مع راي وبيعرفوا إن الطيارة جاية في السكة بالفلوس وقدامها حوالي ساعة ونص، وبيطلب منه إنه ما يقتلش حد من الرهاين خلال الساعة ونص دي لحد ما الفلوس توصل. فبيوافق راي انه يستنى، وبعديها بيرن على نيك وبيقول له انا مش هسيبك تقبض عليا ولا ترجعني السجن مرة تانية. وبيبقوا بعد كده متجمعين علشان يشوفوا الخريطة بتاعة البنك، بس بيتفاجئوا لما بيحصل انفجار في البنك وبيبقوا مستغربين ايه ده ولا ايه اللي بيحصل جوه. ساعتها بنشوف جون الهاكر بتاع العصابة بيكلم البنك الفيدرالي في التليفون على اساس ان هو المدير بتاع البنك اللي العصابه فيه جوه دلوقتي، وبيعرفهم انهم بعتوا فلوس من عندهم للبنك الفيدرالي وهتكون العربيه عندهم خلال 5 دقايق. في الوقت ده كان نيك معاه الخريطة بتاعت البنك، وبيعرف ان البنك متحوط بشبكات الصرف الصحي، فحس ان راي ضحك عليهم وهرب من خلال الشبكات دي، وقرر يخاطر وراح لوحده ودخل البنك. وساعتها زمايله لما شافوه قرروا يدخلوا وراه علشان يأمنوه، ولما بيدخل البنك بيتفاجئ ان مفيش حد غير الرهاين، وكمان البنت اللي راي قال انه قتلها لسه عايشة. وبيتفاجئوا كلهم لما بيلاقوا العصابة عاملين حفرة كبيرة جدا في البنك بتوصل للطريق بتاع الشبكات بتاع الصرف الصحي، وهربوا منها من بدري. وعرف ساعتها ان العصابة عملوا كل ده تمويه علشان يسرقوا البنك الفيدرالي. في الوقت ده كان راي وليفو اخدوا العربية المصفحة بتاعت البنك اللي سرقوها وفيها كل الفلوس وراحوا للبنك الفيدرالي، والحراس بتوقفهم علشان يتأكدوا من هويتهم، وبيتأكدوا فعلا وبيدخلوا بعديها البنك. بنرجع لنيك اللي اخد بعضه وطلع من البنك وعرف زمايله اللي حصل، وقال للشرطة الفيدرالية ان العصابة هربت من البنك، وقرر انه يروح وراهم للبنك الفيدرالي علشان يقبض عليهم هناك.
وبنرجع لري وبيخرج هو وليف صندوقين مليانين فلوس وبيسلمهم للموظفين المسؤولين عن العد والاستلام، وبيدخلوا الصناديق للأوضة، وبيبقى موجود في قلب الصناديق دي فراولين. وبوسكو بيقطع الكهرباء عن البنك وعلى طول بيخرج الحراس الموظفين من الأوضة لحد ما الكهرباء ترجع. في نفس الوقت ري بيكلم فراولين علشان يشغل الجهاز اللي معاه علشان يشوش على الكاميرات، وفعلا بيشغله والكاميرات بيتشوش عليها، وبيخرج من صندوق الفلوس وبدأ يعبي كل الفلوس اللي اتشالت من عليها الأرقام التسلسلية وحطها في أكياس، وبعد كده حدفها من مكنة تقطيع الفلوس اللي مفصول عنها الكهرباء. وفي نفس الوقت الموظفين اللي في البنك بيطلبوا من المطعم اللي المفروض فيه فراولين، وماك بيرد عليهم. وبنرجع لفراولين اللي فتح فتحة التهوية ودخل فيها علشان يوصل من خلالها للحمام. وفي الوقت ده بيرجع بوسكو الكهرباء تاني وبيرجع الموظفين علشان يكملوا عد الفلوس. وبعد ما بيخلصوا بيعرف ري وليفو انهم خلاص استلموا الفلوس، وبيروحوا بعد كده للعربية علشان يطلعوا من البنك. وفراولين قدر يوصل للحمام واخد كيس الاكل اللي كان شايله ووداه للموظفين اللي طالبين الاكل. في الوقت ده عربية الزبالة بتوصل البنك وبتاخد الصندوق اللي فيه الفلوس وبتخرج من البنك، ولما بتخرج بتغير اتجاهها وبيمشي مكانها عربية تانية شبهها. وبنرجع لفراولين اللي خرج من البنك عن طريق كارنيه واحد من اللي شغالين جوه كان سرقه قبل كده، وبينزل للدور الارضي بس الحارس بيوقفه وبيسأله عن امضته وهو داخل، بس بيقول له انه مضى مع حارس تاني كان قاعد هنا مكانك من شويه، فالحارس سابه كده وقال له يلا توكل على الله. والموظفة اللي كانت بتاكل لقت ان الاكل بايت وبايظ، فبتتصل على طول على الحارس تحت انه يوقف العامل بتاع الدليفري، وبيطلع وراه بسرعه علشان يوقفه، بس طبعا فراولين اخد ديله في اسنانه وفلق من المكان. في الوقت ده كان ري طلع هو كمان من البنك وبيأمر بوسكو انه يمشي ورا عربيه الزباله اللي بيجري وراها وبيوقفها وبيثبت السواق وبينزله، وبياخد بوسكو العربيه وبيمشي بيها. وبنرجع لفراولين اللي كان ماشي في الشارع وبيشوفوا الضباط فبينزلوا بسرعه يضربوه وبيقبضوا عليه وبياخدوه في العربيه وبيمشوا. فبيكون في الوقت ده ماك شافهم وهم بيقبضوا عليه، فبيكلم ري بسرعه وبيعرفه اللي حصل، بس ري بيقفل السكه في وشه، فبيعرف ساعتها انه غدر بيه هو وفراولين. في نفس الوقت كانوا ماسكين فراولين عادمينه العافيه جوه علشان يعترف على مكان ري، وبيعرفهم انه موجود دلوقتي في مقلب الزباله ومعاه الفلوس. فبيبلغ صحابه بسرعه انه يروح يقطعوا الطريق عليهم قبل ما يهربوا بالفلوس، بس بيكون ري نقل الفلوس في العربيه اللي معاه وغيروا هدومهم ومشوا من المكان، بس بيقدر نيك انه يلاحقهم وبيشوف العربية بتاعت ري، ومن حسن حظهم ان الطريق كان واقف ساعتها، وري بيشوف نيك في العربية فبيعرف انه ماشي وراه، وبيربط نيك فراولين بالكلبشات في العربية وبيطلب من جاس وميرف انهم يجهزوا علشان هيهجموا على ري دلوقتي. في نفس الوقت ري برضو بدأ يجهز نفسه هو كمان وبياخد الأسلحة وبينزل من العربية ومعاه ليفو وبوسكو. وري لما نيك قرب منه بدأ يضرب عليه نار وقدر انه يسيب براتش وصاحب نيك، وعلى طول بيضرب نيك عليهم نار هو كمان، وبتبدأ ما بينهم معركة شرسة وبيتبادلوا إطلاق النار بطريقة عنيفة جدا وسط العربيات ووسط الناس. وبيطلب بسرعة من جاس وميرف انهم يلفوا من الشوارع الجانبية علشان يحاصروه ويفضل هو مع توني. وبيقدر نيك انه يموت بوسكو وبيديله طلقة في رقبته وبعد كده واحدة في صدره، فبيضرب جاس عليهم نار وبيقدر انه يسيب ليفو، وبيقدر ري انه يسيب ميرف في دراعه وبيجري بسرعة من المكان. وبيجري بعد كده نيك ورا منه، ولما بيشوفوا نيك وبيضرب عليه نار بس بيقدر ري انه يسيب نيك في ايده، ولسه بيجري وبيهرب وبينط من على السور، فضل نيك يضرب عليه نار وتصابه اكتر من رصاصة في صدره، بس كان لسه عايش ما ماتش. وبيفضلوا يضربوا على بعض نار لحد ما الرصاص بتاع ري بيخلص، وبيقدر نيك انه يروح له وبيضربه اكتر من طلقة، وبيموت ري اخيرا بعد مطاردة قوية جدا مع نيك. ولما بيرجع للعربية بتاعته بيكتشف ان فراولين فك الكلبشات وهرب، فراح يبص على الفلوس اللي في العربية لقى الشنط كلها ما فيهاش غير زبالة، وبيقول لصاحبه ان فراولين القزع ده عطانا الصابونة يا زميلي. وبيروح له بعد كده بوب وبيقول له الحمد لله على السلامه وبيديله مستكاه يعني عربون صلح، والدنيا بتتلطف ما بينهم شويه. بعديها بيروح نيك للحانه اللي كان شغال فيها فراولين وبيعرف من اللي هناك انه ساب المكان ومشي، بس بيشوف صوره ليه هو وماك لما كانوا في فريق الكوره، وبيشوف كمان موظفين كتير من اللي شغالين في البنك الفيدرالي. فبيخرج من الحانه وبيلاقي البنك الفيدرالي قدامه، فعرف ساعتها ان فراولين هو اللي خطط لسرقه البنك
وبنعرف انه سرق كارت موظف من اللي شغالين في البنك لما كان قاعد عنده ودخل بيه البنك، وان هو اللي رسم خريطة البنك واتفق مع ري ان هما الاتنين يسرقوا البنك مع بعض، وان هو كمان اللي اتفق مع سواقين العربية بتاعت نقل النفايات اللي لما خرجوا بدلوا العربيات مع بعض، وضحك كمان على ري. ولما قبضوا عليه وكلبشوه في العربية كان معاه المفتاح وفك الكلبش وهرب، وكمان هرب الفلوس في الكاوتشات بتاعة العربية وهرب للندن واخد معاه الهاكر ماك. وبكده قدر فراولين انه يضحك عليهم كلهم واخد ال30 مليون دولار وهرب. وبيخلص الفيلم على كده. بيبدأ فيلم النهاردة بمجموعة من الجنود وهم بيجمعوا زمايلهم اللي ماتوا في الحرب، وبنعرف ان في صراع كبير بين مملكة ليو وبين مملكة كاو، وبنشوف واحد اسمه بينج وكان قاعد بيكتب اسماء الجنود اللي الملك بعتهم علشان ينضموا للجيش، وبيجي له واحد اسمه زي لونج وبينج بيكتب اسمه على ميدالية وبينضم الجيش مملكة ليو. وبعد شوية بيروح بينج وزي لونج لمعسكر الجيش وبيقعدوا يتكلموا مع بعض وبيبقوا أصدقاء. وأثناء كلامهم بينج بيطلع خريطة من معاه وكان راسم عليها حدود كان نفسه الملك يسيطر عليها علشان المملكة بتاعتهم تكبر ويعم السلام فيها، وبعديها بيدي الخريطة لزي لونج علشان يحتفظ بيها. وأثناء كلامهم بيشوفوا فرقة من جنود مملكة كاو ماشيين قدام المعسكر بتاعهم وسابوا ليهم صندوق كبير، فبياخدوا الصندوق ده وبيودوه للوزير زيوج. وأول ما بيفتحوا الصندوق بيتفاجئوا إنه مليان أعضاء بتاعة الجنود بتاعتهم اللي كانوا باعتينهم علشان يستكشفوا الطريق. وهنا كل الجنود والوزير بيتضايقوا جدا، وبيقرر الوزير إنه يبعت فرقة عسكرية علشان يهجموا على فرقة الاستطلاع اللي عملت كده في الجنود بتاعته. بس المشكلة إن عدد الجنود اللي في المعسكر كان حوالي 10,000 جندي، وبنج واللي معاه كانوا حوالي 1000 جندي بس الوزير عرفهم إن في الليل في عاصفة هتقوم ودي هتوتر الجنود اللي في معسكر كاو، وده الحل الوحيد إنهم ينتصروا على الجنود دي. وبيعرفهم الخطة اللي هيهجموا بيها على فرقة الاستطلاع، وبتبدأ الجنود تتحرك بقيادة بينج وزي لونج. وقبل ما يهجموا على الفرقة التانية بيلبسوا أقنعة على وشهم وبيبدأوا يهجموا على الجنود بقوة كبيرة جدا، وبدأوا يقتلوا فيهم كلهم وكسروا الخيم بتاعتهم لحد ما خلصوا على مجموعة كبيرة جدا منهم. ولما قائد فرقة الاستطلاع شاف اللي حصل قرر إنه يهرب من المكان، بس بينج جرى وراه ووقفه ودخلوا هما الاتنين في قتال مع بعض. بس قائد فرقة الاستطلاع اتمكن من بينج ووقعه على الأرض ورمى عليه سلم من الخشب وكان هيخلص عليه، بس بيوصل زي لونج وبيمنعه على آخر لحظة، وقدر كمان إنه يضرب قائد فرقة الاستطلاع بالسيف وخلص عليه هو كمان. ولما باقي الجنود شافوا القائد بتاعهم اتقتل خافوا كلهم وهربوا من المكان فورا. تاني يوم قائد مملكة كاو بيعرف اللي حصل لفرقة الاستطلاع بتاعته، فبيقرر إنه يهجم بالجيش بتاعه كله على مملكة ليو علشان ياخد حق جنوده اللي اتقتلوا. وقائد مملكة ليو لما بيعرف إن كاو الجيش بتاعه هيهجم عليه قرر إنه ياخد الجيش بتاعه كله وسكان المملكة بالكامل ويروحوا كلهم يعسكروا في قلعة بعيدة عن المملكة. وبتبدأ الجنود تدخل السكان للقلعة بسرعة قبل ما كاو يوصل بجنوده ويهجم عليهم. وزي لونج واقف على باب القلعة يأمن سكان المملكة، وفي نفس الوقت كان بينج واقف مع شوية جنود على عربية فيها زوجات الملك وابنه علشان يحميهم. بس المشكلة إن في مجموعة من جنود مملكة كاو بتوصل لهم وبيهجموا عليهم. أما في القلعة الجنود كانت عاوزة تقفل البوابة علشان الجنود لما تهجم عليهم الناس ما تتأذيش، بس زي لونج كان رافض يدخل لأن صاحبه بينج لسه ما جاش، لحد ما بيوصل في النهاية وبيقع من على الحصان وزي لونج بيروح له بسرعة يلحقه، وبيدخل يعرف الملك إن في جنود هجمت عليهم وخطفوا زوجاته وابنه. وهنا واحد من القادة اسمه زونج فكر إن بينج خانهم وسلم عيلة الملك لجيش كاو وكان هيهجم عليه ويقتله، بس بيمنعه زي لونج وبيقوله اللي هيأذيه يعدي عليه الأول. وهنا زونج بيتعصب إن في جندي بيعصي أوامره وبيبدأ يهجم على زي لونج وكان عاوز يموته، والاتنين اشتبكوا مع بعض. بس زي لونج كان مقاتل قوي جدا والتاني ما كانش قادر عليه نهائي. وساعتها واحد تاني من القادة اسمه جوان قرر إنه يساعد زونج بما إنه مش قادر على زي لونج يعني، والاتنين فضلوا يهجموا عليه، بس كل ده على الفاضي لحد ما في النهاية بيوقفهم الملك وبيعجب بشجاعة زي لونج الكبيرة. وهنا بيطلب زي لونج منه إنه يسمح له إنه يروح بنفسه يجيب ابنه من جيش كاو. وساعتها الملك وعده إنه لو نفذ المهمة دي هيبقى ليه شأن كبير جدا في المملكة. وكمان جوان وزينج قرروا إنهم يساعدوه ويخرجوا معاه علشان يشتتوا جنود كاو. أما بينج كان خايف على صاحبه جدا وطلب منه ياخد باله من نفسه ويرجع له مرة تانية. بعدها بيخرج الملك ومعاه زينج وجان وبيروحوا يهجموا على مجموعة من جنود كاو، بس زي لونج بيروح يدور على ابن الملك لحد ما في النهاية بيلاقي العربية اللي كان فيها زوجات الملك، وأول ما بيدخل بيلاقيهم كلهم ميتين، بس بالصدفة بيلاقي
بيلاقي ابنه وكان لسه عايش، فبياخد الطفل على ظهره وبيبدأ يتحرك من المكان. وبنرجع للملك وجنوده، وكانوا خلصوا على مجموعة كبيرة جدا من جنود كاو ورجعوا للقلعة بتاعتهم مرة تانية. وبنروح للملك كاو وكان معاه حفيدته وكان بيفهمها أساسيات الحرب علشان لما تكبر تكون مقاتلة شجاعة. أما زيلونج كان الطفل لسه على ظهره وكان في طريقه علشان يرجع بيه للملك، بس بيتفاجئ بمجموعة كبيرة من جنود الملك كاو، والمشكلة إنهم بيحاصروه وكان عددهم كبير جدا. بس بيقدر زيلونج بقوته الكبيرة إنه يواجههم ويعدي منهم، وبيقدر يقتل جزء كبير منهم لحد ما بيجي واحد من الجنود بيخبطه على دماغه خبطة قوية جدا لدرجة إنه كان خلاص هيفقد الوعي. بس بيسمع صوت الطفل اللي وراه فبيستجمع قوته مرة تانية وبيقدر ياخد عربية من الجنود وبيهرب بيها. وكمان الحصان بتاعه بيقرب منه فبيروح يركب عليه بسرعة وبيطلع بيه فوق الجبل وبيهجم على الجندي اللي مع الملك. بس الملك هجم عليه وزيلونج قدر ياخد السيف بتاعه واخد الحصان ونط بيه من مسافة كبيرة جدا. وساعتها الجنود كانت هتضربه بالسهام، بس الملك كاو بيمنعهم لانه اعجب بقوته الكبيرة وقرر انه يسيبه علشان يواجهه بنفسه مرة تانية. وزيلونج بيتريق على الملك وبياخد الحصان والطفل وبيرجع بيه مرة تانية للقلعة. ومن الوقت ده الناس كلها في المملكة بتعامل زيلونج على انه البطل الاول في المملكة، وبقوا بيعاملوه معاملة الابطال وبيحتفلوا بيه دايما. وكمان ابتدى يدخل كل الحروب مع الملك، وبسبب قوته الكبيرة كل الجيوش عرفته وكانت بتخاف من مواجهته. وبعد مدة قصيرة قرر الملك انه يكرم زيلونج مع نمور الجيش الاربعة وبيخليه النمر الخامس معاهم، ده غير فرقة قوية جدا من اقوى الجنود تكون تحت سيطرته. اما بينج كان واقف زعلان على حاله، وده علشان زيلونج اصبح من قادة الجيش وهو لسه زي ما هو جندي عادي جدا. وعلى مدار سنين كتير بيدخل الخمس نمور حروب كتيرة جدا للمملكة بتاعتهم، وعلى مدار الحروب دي بيقعوا كلهم واحد ورا التاني لحد ما بيتبقى النمر الخامس بس اللي هو زيلونج اللي بيحقق انتصارات كتيرة جدا للمملكة. وبعد فترة بيموت الملك، وبما ان مفيش غير ابن واحد بس فكان لازم هو اللي يقود الجيش، بس ما كانش يقدر بسبب سنه الصغير وتصرفاته. فبيقرر رئيس الوزراء انه يقود البلاد، وبيقرر كمان انه يحارب جيش يينج حفيدة كاو ويسيطر على مملكتها بالكامل. وهنا بيستدعي دينج وبيو، ودول كانوا ولاد 2 من النمور الأربعة اللي ماتوا اللي هم زاو وجوان. وهنا رئيس الوزراء كان هيسلم ختم الامبراطور لدينج علشان يقود الجيش، بس بيو مش بيعجبه الكلام وبيقوله انه اقوى منه في القتال. وهنا الاتنين قرروا يواجهوا بعض، واللي يفوز في القتال هو اللي يقود الجيش. بس اول ما بيبداوا القتال بيوصل زيلونج وبيقول لهم ما ينفعش قائد يقلل من قائد تاني ابدا، وبيروح يتكلم مع رئيس الوزراء وبيقول له ما ينفعش ابقى موجود وتخلي واحد تاني يقود الجيش، خاصة انه دخل مئات الحروب وما اتهزمش في ولا حرب منهم. بس رئيس الوزراء حاول يفهمه انه ما بقاش شاب زي الاول وتاريخه كله مشرف ومليان انتصارات، وما ينفعش يجي في الاخر ويبوظ تاريخه، خاصة انه اصبح كبير في السن. بس زيلونج قرر يقود الجيش في المعركة دي ووعده انه هتكون المعركة الاخيرة. وهنا رئيس الوزراء لما لقى زيلونج مصمم اضطر انه يوافق وعطاله صندوق فيه جوابين، وقال له يفتح الجواب الاول في الطريق المتفرع عند الجبل، ويفتح الجواب التاني لو اتحاصر في وقت المعركة. بعدها زيلونج بيروح للقاعة الخاصة بدروع الحرب بتاعة النمور الأربعة، وبيدخل عليه صديقه بينج، وزيلونج بيطلب منه انه لو جراله حاجة في الحرب اللي جاية يبقى يحط الدرع بتاعه معاهم. بس بينج بيطلب منه انه يروح معاه الحرب دي، خاصة ان دي اخر حرب هيدخلوها مع بعض، وبيوافق زيلونج. بعديها بيبدأ الجيش يتحرك بقيادة زيلونج وكان معاه دينج وبيو، وبعد شوية بيوصلوا للطريق المتفرع. وهنا دينج بيفتح اول جواب وبيلاقي فيه امر ان الجيش يتقسم لمجموعتين، القادة الشباب ياخدوا جزء من الجنود وزيلونج ياخد الجزء التاني، وكل مجموعة تروح من طريق مختلف عن التاني. بس بينج مش بتعجبه الخطة دي، وزيلونج بيقرر انه ياخد الجيش كله ويتحركوا مع بعض. وبعد شوية بيوصلوا للوادي، وهناك بيقابلوا القائد هان قائد جيش يينج، وكان واقف في الوادي منتظرهم. وهنا بيتكلم هان وبيقول له ازاي تتطفل وتيجي للحدود بتاعتنا. بس دينج بيقول له القائد زيلونج قائد الجيش بتاعنا والاحسن ليك ولجنودك انك تستسلم. بس هان اتريق عليه وقال له النمور الخمسة دي حكاية قديمة، دلوقتي زيلونج بقى راجل عجوز واحسن له يروح البيت ويقعد جنب انتصاراته. وبيبعت له واحد من الجنود يهجم عليه، بس بيقدر زيلونج بكل سهولة انه يخلص على الجندي ده في ثواني. فهان بيبعت له 3 جنود تانيين وزيلونج بيواجههم بكل قوة ومهارة، وبيقدر يتمكن منهم كلهم واحد ورا التاني لحد ما بيخلص عليهم هما ال3. وهنا بيقلق هان من اللي بيحصل وبيعرف ان زيلونج لسه بقوته، فبياخد الجيش بتاعه وبينسحب، وزيلونج بياخد جنوده وبيجري وراهم. بس المشكلة ان
هان كان عامل لهم فخ. وأول ما جنود زيلونج وصلوا للمكان جنود هان ابتدت ترميهم بالسهام بكمية كبيرة جدا، وجنود كتير من جيش زيلونج ماتوا. وهنا زيلونج أمر تنج انه يبعت جندي فوق الجبل يشوف طريق تاني يعدوا منه بالجيش. وبيطلع الجندي فوق الجبل بسرعة، بس بيلاقي جيش ينج جاي من وراهم وكان خلاص هيهجم عليهم. بس تنج بيطلع فوق الجبل وبيلاقي طريق تاني ممكن يعدي منه، بس بيقول لزيلونج ان اكيد في خاين بينهم، علشان كده جيش هان قدر يحاصرهم من كل مكان. فبياخد جنوده وبيمشوا من الطريق الفرعي ده لحد ما بيوصلوا للقلعة بتاعتهم. وبعديها بيفتح الجواب التاني اللي كان معاهم وعرف منه ان رئيس الوزراء طلب منه يقسم الجيش، لانه عارف ينج حفيدة كاو بتفكر ازاي، وكمان عارف دماغها كويس. وهنا بيتعصب جدا بسبب اللي حصل معاهم وبيسيبهم وبيدخل القلعة. بس بعد شوية بتوصل ينج بالجيش بتاعها قدام القلعة، وبتأمر هان انه ياخد مجموعة من الجنود ويهجم على القلعة. وساعتها بيخرج تنج بمجموعة من الجنود وبيهجم على جنود ينج بكل قوته، والجنود اللي جوه القلعة بيهجموا على جنود ينج بالسهام، وبيقدر جنود زيلونج يخلصوا على مجموعة كبيرة منهم. ولما بتلاقي الوضع كده بتأمر باقي الجنود انها ترجع للمعسكر مرة تانية. بعد شوية زيلونج بيبعت هدية لتنج، واول ما بتفتحها بتلاقيه السيف بتاع جدها، وده اللي زيلونج اخده منه لما راح يجيب ابن الملك زمان. وساعتها تنج بيفضل يضحك ويستهزأ بيها. وهنا تنج بتتعصب وبتهجم على بينج، بس مش بترضى تقتله، وقالت له ان المرسال لازم يتعامل معاملة كويسة. وهنا بينج بياخد تنج وبيرجعوا للقلعة مرة تانية. بعديها ينج بتجيب هدوم زانج وجوان اللي كانوا من النمور الخمسة اللي هي قتلتهم يعني، وبتلبس هدوم الحرب وبتروح تديهم لزيلونج. وفضلت تستفزه وبتطلب منه انها تقتله، وبيبدأ الاتنين يهجموا على بعض. بس على الرغم ان زيلونج كان كبير في السن الا انه كان لسه مقاتل قوي جدا، وينج ما كانتش قادرة عليه نهائي. وكمان بيضربها بالسلاح بتاعه، بيوقع لها الخوذة بتاعتها وبيجرحها في رقبتها. فينج بتنط على الحصان بتاعه علشان تقتله، بس زيلونج بيصد هجومها وبينزل من على الحصان وبيهجموا على بعض مرة تانية. وبعد شوية بيخرج واحد من جنود ينج وبيهجم على زيلونج، بس بيقدر يوقع الحصان بتاعه وبيخلص عليه. وبتقدر ينج انها توقع السلاح بتاع زيلونج وبتهجم عليه بكل قوتها علشان تخلص عليه. بس بيخرج بينج وبيحدف القوس لزيلونج اللي بيقدر بيه انه يضربها ضربة قوية جدا بيطيرها لبعيد، بس مش بيرضى يقتلها. وبيقولها ان مستواها كمقاتلة ما يجيش حاجة جنب جدها، وقال لها تمشي ولما تستعد ترجع له مرة تانية. وبعد شوية بيرجعوا للقلعة مرة تانية، بس المشكلة ان زيلونج كان مصاب بسهم من وقت كبير وكان افقده قوته تماما. وهنا تنج طلب منه انه يخلع له الدرع اللي لابسه علشان يشيله السهم، بس زيلونج بيرفض وبيقول له انه عمره ما قلع الدرع بتاعه اثناء المعركة، وكمان لو قلعوا الجنود هتعرف انه مصاب ومعنوياتهم هتقل وهيخسروا الحرب. وبعديها بيطلع الخريطة اللي بينج اداها له زمان، وفضلوا يتكلموا كتير مع بعض. بس بعد شوية بيدخل دينج لزيلونج وبيعرفوا ان ينج بتجهز جنودها علشان يهجموا علينا مرة تانية. وهنا امرهم زيلونج انهم ياخدوا الجيش ويخرجوا يقابلوهم، وطلب منهم انهم ينتصروا في المعركة، وحمسهم وودعهم ومشوا. وبيخرج تنج وباقي ابناء النمور الاربعة وباقي الجنود وبيواجهوا جيش ينج مرة تانية. بس المرة دي المعركة كانت قوية جدا، وكمان جيش ينج كان اكتر منهم بكتير، وجنود كتير جدا بتموت من الجيشين. وبعديها بيو بيموت في المعركة. فتنج بيبص لزيلونج وبيودعه وبينطلق في ساحة المعركة مرة تانية، وهناك بيقابل هان وبيهجموا على بعض هما الاتنين. بس اثناء المعركة ينج بتؤمر الجنود انها تضربهم بالسهام المشتعلة، وجنود كتير جدا من الجيشين بيموتوا. بس بعد شوية بيقدر تنج انه يضرب هان بالسلاح اللي معاه، وهان كمان ضربه بالسلاح بتاعه. ولما ينج بتشوف كده بتقرر انها تقتل هان قبل ما يموت على ايد تنج، وبتحدف عليهم سهم مشتعل وبيموتوا هما الاتنين. وبعد شوية وتقريبا كل الجيش بتاع زيلونج مات، بينج اعترف له ان هو الخاين اللي بينهم اللي عرف ينج بتحركاته مقابل ان ينج تخليه جنرال في جيش كاو. وبيعتذر لصاحبه زيلونج اللي كان زعلان جدا من اللي صاحبه عمله معاه، بس بعد اللي عمله ده مرضاش يموته، وعرفه انه مهما كان صديقه عمره. وخلع الدرع بتاعه وخلى بينج يشيله السهم، وخلع كمان الخوذة بتاعته، وقرر انه ينزل لأرض المعركة بنفسه وهو مصاب. كل ده علشان يدافع عن مملكته لآخر نفس فيه. وبيودع صاحب عمره وبيطلب منه يدق الطبول ليه لآخر مرة، وبيخرج يواجه جيش ينج لوحده. بس في النهاية بيموت زيلونج، وبيخلص الفيلم على كده.